او متوقع ان انت تلاقي في القائمة ديت افلام زي ملاك اسكندرية او كده رضا او حتى فيلم ابن القنصل، الافلام اللي هي فيها جريمة قتل او نصب، الافلام اللي هي بتعتمد على التويستات من الاخر؟ فالاجابة هي لا، لان القائمة ديت مش عن الافلام اللي نهايتها جريمة قتل ونقعد بقى محتارين مين القاتل، او افلام التويستات، الافلام اللي بتعتمد اعتماد كامل على التويستات. لا، مش القائمة دي مش عن الافلام ديت، هي عن الافلام الدراما. الدراما صرف، فاهم قصدي؟ مع الافلام على فكرة ان انت تقفل فيلم دراما دي مش حاجة سهلة خالص، انك ازاي تقول كل حاجة عايز تقولها باللغة السينمائية من غير بقى اي حكم ومواعظ تترمي في وشك في اخر الفيلم زي اغلب افلامنا الايام دي، برضه مش حاجة سهلة خالص. نيجي لحاجة مهمة اوي لازم نعرفها عن نهايات الافلام بشكل عام. نهاية الافلام بتنتهي بثلاث حاجات: فاصلة، او نقطة، او علامة استفهام. نقطة يعني احنا خلاص قفلنا الحدوتة بنقطة، الموضوع كله اتقفل خلاص، احنا عارفين النهاية، مثلا زي ان البطل يموت، اللي هو بتلاقي البطل اتجوز البطلة اللي اغلبها بتكون نهايتها سعيدة قوي او حزينة قوي، اللي هي نقطة يعني. اما بقى الفاصلة اللي هي وهكذا. الفاصلة دي بقى زي المثل المصري اللي بيقول رجعت ريمة لعادتها القديمة، يعني بنرجع لنقطة الصفر تاني. زي مثلا فيلم ولاد رزق اللي هو تاب ومش عارف ايه، وفي اخر الفيلم قال لهم ايه بقى المشروع اللي جاي، او ان افلام الوحوش او افلام الاشباح اللي هي في اخر الفيلم بنكتشف ان الشبح ما ماتش ولسه عايش وفي جزء تاني والجو ده. وعلامة استفهام اللي هي السؤال، يعني اللي هو الفيلم بينتهي بسؤال، انت مش عارف ايه اللي هيحصل، حاجات من النوع دوت، او النهايات المفتوحة. كل الافلام اللي جاية هكون ترتيبها عشوائي ما عدا فيلم رقم واحد، هو ده فعلا انا مختار رقم واحد، لكن الباقي ترتيب عشوائي خالص. كده اقدر اقول لكم يلا نبدأ الحلقة. رقم واحد معانا فيلم الارهاب والكباب لشريف عرفة والاستاذ وحيد حامد. فيلم الارهاب والكباب من الافلام اللي شفتها لاول مره وانا كبير، كان عندي وقتها 18 19 سنه، كنت لسه بادئ دراسه سينما. وانا بتفرج على الفيلم كنت متاكد 100% ان عادل امام في الفيلم يا هيتقتل يا هيتقبض عليه، لان بمنتهى البساطه كنت بسال نفسي ازاي الرقابه سابت فيلم زي ده، فاكيد يا هيقتلوا البطل يا هيقبض عليه، في رساله من الحكومه للناس اللي هيعمل زيه هنطلع عين امه. فوجئت ان نهايه الفيلم جت والبطل لا اتقتل ولا اتقبض عليه، ده طلع وسط الناس. وحيد حامد رسم شخصية عادل إمام في الفيلم دوت اللي هو البطل اللي على فكرة ما اتقالش اسمه طول الفيلم. الشخصية اترسمت شبه كل المصريين، ما فيهاش أي شيء مميز، مجرد شخصية عادية هامشية شبه كل المصريين، لا سلطة ولا مال ولا جاه ولا واسطة تغنيه إنه ما يروحش مجمع التحرير. مجرد شخص على هامش المجتمع ماشي جنب الحيط بيقابل ضغوطات الحياة بابتسامة سخيفة كده، اللي هو يعني قابل بأي حاجة، راضي بأي شيء، ومش سياسي لا تبع حزب ولا مؤسسة ولا أي حاجة، مجرد شخص هامشي. ودي عظمة الفيلم. الشخص دوت لما قرر يتمرد بدون ترتيب بدون أي حاجة قلب الدنيا رأسا على عقب، قلب الدنيا بمعنى الكلمة. لما قرر يتمرد قلب الدنيا بمعنى الكلمة، كمان بدون تخطيط. تخيل بقى معايا بقى الشخص اللي لا سلطة ولا مال ولا جاه ولا أي حاجة دوت لما قرر يتمرد الدنيا اتقلبت. بالك بقى لو الشخص ده بقى 2 أو 3 أو 4، إيه اللي هيحصل؟ في رسالة بيوصلها وحيد حامد وشريف عرفة إن النظام الحكومة وقتها نظام هش ضعيف، مجرد فرد واحد قلب الدنيا كلها. وفي نهاية الفيلم بيخرج البطل وسط الناس اللي هو أصلا منهم ومحدش بيعرفه لأنه شبههم. ودي عظمة الفيلم، مش بقولك شبه كل المصريين. بعدها بيبص بنظرة كلها انتصار على مجمع التحرير بعد كل المعركة اللي حصلت ديت. نظرة قالت كلام كتير قوي ما قالهوش ببقه، لكن عينيه كانت كفيلة تقولك النهاية كانت عاملة ازاي. وهي دي عظمة السينما، ان انت تقول كل حاجة من غير ما تقول اي حاجة. والنهاية ديت فاصلة، بس بلا اجمل منها فاصلة. ونهاية الفيلم ديت ادت معنى عظيم قوي للفيلم. تخيل معايا فرد واحد قدر يقلب الدنيا كده، بجد شابوه. رقم 2 في قائمتنا فيلم آسف على الإزعاج. فيلم آسف على الإزعاج من الأفلام اللي مع تكرار المشاهدة بتكتشف تفاصيل فيها كتير قوي ما بتاخدش بالك منها من أول مرة. تفاصيل كتير قوي سابها لك المخرج والمؤلف كيوهات كده عشان يغششوك إن البطل مريض نفسي. نيجي بقى لنهاية الفيلم. نهاية الفيلم بنكتشف إن أبو حسن أصلا مش موجود، وإن كل دوت كان في خياله. بعد فترة من علاج حسن من موضوع أبوه دوت بيجي عيد ميلاد ابنه، بيكون ابنه ومراته وأمه، وخلاص بيجوا يطفوا الشمع، وفجأة بيخش في الكادر أبوه اللي احنا عارفين إن هو أصلا مش موجود، والصورة بتتاخد، وفجأة الصورة بتطلع إيه يا معلم؟ هو ومراته وابنه بس في الصورة، أبوه وأمه أصلا مش موجودين. بنهاية عظيمة من المخرج تخليك عايز تعيد الفيلم تاني من الأول. يجي بقى لشرح النهاية. الحقيقة إن أم حسن اتوفت، وحسن قرر يبطل ياخد الدواء، وفضل الونس والخيال على الحقيقة المرة إن هو بقى وحيد من غير أبوه وأمه. فضل الونس على الحياة المرة. النهاية ديت علامة استفهام، لكن بعد شوية تفكير بتكتشف إنها فاصلة مش علامة استفهام.
واحدة من اذكى النهايات في الافلام المصرية. واجمل حاجة في الفيلم دوت ان هو فيلم عظيم من غير التويست اللي حصل، يعني التويست دوت لما كانش حصل برضو الفيلم كان هيبقى عظيم. نيجي لرقم 3 في قائمتنا، وفيلم اوقات فراغ. بداية ونهاية فيلم اوقات فراغ واحدة من افضل بدايات ونهايات افلام السينما المصرية. فيلم بيبدأ على الابطال وهم قاعدين في الملاهي في لعبة كده شبه الدايرة اللي بتلف حوالين نفسها، وقاعدين عمالين يتكلموا كلام تافه عن البنات، عن المخدرات، كلام ما يطلعش غير من ناس عايشين في مية البطيخ، ناس مغيبة. المهم اللعبة اللي بتلف حوالين نفسها اللي هم قاعدين فيها ديت بتكمل زي ما هي عادي بدوران بشكل طبيعي جدا. نيجي بقى للمشهد الختامي ونهاية الفيلم. نهاية الفيلم هتكون برضو في الملاهي بعد رحلة التغيير اللي مر بيها الأبطال، وبيكونوا قاعدين في لعبة الملاهي الضخمة دي، عارفها اللي هي بتلف حوالين نفسها. الأبطال برضو قاعدين عمالين يتكلموا بشكل عادي جدا لحد ما بيبتدوا يتكلموا عن وضعهم في الحياة، وبيبتدوا ينتقدوا أوضاع البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. غير بداية الفيلم خالص كلامهم اتغير 180 درجة، كلام ناس واعية وفاهمة. المهم هما بيكملوا كلام عن الانتقاد ووضع البلد والمستقبل والكلام من النوع دوت. فجأة اللعبة اللي هما قاعدين فيها ديت تقف عن الدوران، ويفضلوا متعلقين ما بين السماء والأرض. وأكيد أنت استنتجت إن اللعبة ديت الدايرة الكبيرة ديت هي إسقاط على الدايرة اللي إحنا عايشين فيها، إسقاط على المتاهة اللي إحنا عايشين فيها في الحياة. الدايرة والمتاهة اللي مش بتقف إلا لما بنقف إحنا ونبص حوالينا ونفهم إيه اللي بيحصل. المهم الأبطال بيبتدوا ينادوا على الناس عشان حد يلحقهم، يا ست يا عمي يا ابني حد ينجدنا. محدش راضي يعبرهم ولا واخد باله منهم، رغم إن هما في أضخم مكان في الملاهي. اللي هو ازاي محدش واخد باله منهم قوي كده للدرجه دي، رغم ان هم في اضخم مكان في الملاهي. وده كان اسقاط من المخرج والمؤلف على تهميش مشاكل الشباب اللي احنا بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها، رغم انها واضحه ويراها اي كفيف يعني، وبنلف في دواير والدنيا تلف بينا. رقم 4 معانا فيلم عسل اسود. الحقيقه ان انا لو بعمل قائمه لاسوأ نهايات للافلام المصريه كنت هختار برضو فيلم عسل اسود. هقول لك ليه، بس خلينا في اللي احنا فيه. رقم 4 معانا فيلم عسل اسود. مصري سيد العربي، المواطن المصري اللي غاب عن بلده لمدة 20 سنة، ولما بيرجع مصر بيتصدم بالواقع، بيتصدم بسبب الصورة اللي كان راسمها لمصر في خياله. والصدمة ديت بتيجي من حاجات سلبية وحاجات إيجابية، حاجات كان فاكرها العكس وحاجات كان فاكرها العكس. القلب ضد العقل. القلب شاف ناس طيبة، ناس شايلة بعض، ناس استضافوه من غير ما ياخدوا منه أي فلوس، وطبق رايح جاي ما بين الناس لدرجة إن هم نسوا هو بتاع مين أصلا. شاف رمضان اللي في مصر حاجة تانية، شاف الخير في الناس واعلانات موبينيل كلها. لكن العقل شاف وبكره هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ تأمرني. انا عايز حق الراجل ده. لا مش ده طبعا. راضي إذا كان الراجل نفسه ساب حقه ومشي علشان يعيني مصر. مشاكل كتير قوي، مشاكل بيروقراطية ورشوة وحقوق ضايعة وناس تعبانة وناس مش لاقية شغل وناس مش لاقية مكان تتجوز فيه، ومفيش أي حاجة ماشية صح. ودوت كان الصراع ما بين اللي قلبه شافه واللي عقله شافه، وفي النهاية المخرج والمؤلف انتصروا للقلب. ونهاية الفيلم كانت عاطفية جدا، بعيدة كل البعد عن المنطق والعقل. واعتقد ان المصري بعد ما وقف الطيارة في الجو ورجع تاني مصر بعد 3 أو 4 شهور هيعوز يسافر تاني. مجرد ما يتزنق في 8 شقة عشان يتجوز، او يتزنق في انه مش لاقي وظيفة حلوة تشتغله، او يتزنق في انه مش لاقي حريته، او يتزنق في اي حاجة، هيقرر انه هيسافر تاني. اكتشف ان قلبه وداه في داهية وانها نهاية عاطفية قوي. في رأيي ان النهاية المنطقية اللي كانت المفروض تكون لفيلم عسل اسود هي ان الفيلم ينتهي ان مصري قاعد في المطار قاعد محتار، يا ترى سافر يا ترى ما سافرش، يا ترى سافر ولا ما سافرش، ويفضل قاعد محتار والكاميرا تقفل على كده. وان الفيلم ينتهي ان احنا ما نحكمش ان الانسان المفروض يسيب بلد ولا ما يسيبهاش، نسيب النهاية للناس وكل واحد يشوف نفسه في الفيلم، يشوف تجربته هل سافر فعلا ولا ما سافرش. وكنت شايف ان النهاية فعلا ان هو يقعد في المطار وتجيبه محتار يسافر ولا ما يسافرش والفيلم يقفل على كده. لكن عموما هي برضه نهاية حلوة. زي ما قلت لكم لو بعمل قائمة لأسوأ نهايات الأفلام المصرية كنت برضه هحط نهاية فيلم عسل اسود. رقم 5 نهاية مش هشرحها مش هحرقها، هي نهاية فيلم توأم روحي للمخرج عثمان أبو لبن بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد. نهاية ذكية جدا ومش هحرقها لأنه فيلم جديد، فأنا مش هحرق النهاية يعني. يروحوا شوفوه وقولوا لي رأيكم في نهاية الفيلم. أنا فاكر إن أنا جريت ورا المخرج في العرض الخاص بتاع الفيلم عشان أسأله إيه معنى النهاية ديت، مرضاش يقول لي الحقيقة. كانت نهاية ذكية جدا. فاكر ان انا كان معايا واحد صاحبي في الفيلم وطلعنا لغاية ما روحنا عمالين نتناقش في نهاية الفيلم ويا ترى ايه معنى النهاية. والحقيقة ان ديت اكتر حاجة يتمناها اي مخرج، ان الناس تفضل تتكلم عن الفيلم بعد ما تخرج من السينما لأطول فترة ممكنة. ودوت نجح فيه بشدة عثمان ابو لبن.
وروحوا شوفوا الفيلم وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. رقم 6 معانا التحفة الخالدة، الماستر بيس الحقيقية للأفلام المصرية، الكيت كات للمخرج داود عبد السيد. فيلم الكيت كات صعب اشرحه دلوقتي لان هو بيتكلم على اكتر من حاجة في نفس الوقت، محتاج حلقة لوحده من الاخر، لكن هقولك على حاجة ساعدتني على فهم الفيلم. الفيلم كان هيبقى اسمه الاول عرايا في الزحام، بس الرقابة رفضت، ودوت فهمني حاجات كتيرة قوي في الفيلم انا ما كنتش واخد بالي منها. في نهاية الفيلم والشيخ حسني قاعد في العزا بتاع عم مجاهد وبيتكلم عن فضايح الحارة كلها على الملأ، الفضايح اللي كل الحارة عارفينها عن بعض بس محدش بيقولها عن الملأ. شيخ حسني من غير قصد في العزا والميكروفون مفتوح بيقول فضايح الحارة كلها، والناس بتتضايق قوي ان هو بيقول الفضايح ديت، رغم ان الناس عارفة الفضايح دي كلها عن بعض، بس هما متضايقين انها اتقالت بالعلن. بتاع البساطة الحارة اللي بيدور فيها احداث الفيلم هي المجتمع المصري كله. كل اهل الحارة اتضايقوا جدا ان الشيخ حسني قال عيوبهم على الملأ، رغم ان هم اصلا عارفينها عن بعض. زي المجتمع المصري وقتها عارفين ان في مشاكل بالكوم وتعديات وفساد متراكم عبر السنين، لكننا عارفين دوت، لكننا مش بنقول دوت في العلن، عارفينه بس مش بنقوله. حاجة منتهى الضحك يعني، اللي هو عارف الميم احنا عارفين بس استحالة نقول حاجة شبه كده بالظبط. ويسيبنا داود عبد السيد مع مشهد قال فيه كلام كتير قوي من غير ما يقوله. الشيخ حسني اللي هو بيمثل الجيل الكبير واخد ابنه اللي هو بيمثل الجيل الصغير وسايب الموتوسيكل. الشيخ حسني الاعمى ماشي عمال يلوش ومش مقتنع انه مش عارف يسوق، والجيل الصغير عمال له خلي بالك هنلبس، خلي بالك، ومش راضي يسمع منه اي حاجه، لغايه اما الاتنين بيقعوا في النيل في واحده من افضل النهايات اللي قالت كلام كتير من غير ما تقوله، يا خوفي. وبيقعوا الاتنين في النيل ويسيبنا داود عبد السيد مع موسيقى راجح داود. في النهايه اكيد كلنا متفقين ان فيلم الكيت كات واحد من افضل 10 افلام في السينما المصريه، وتحفة فنية هتعيش لسنين وسنين. رقم 7 معانا الفيلم صاحب أذكى فاصلة، ازاي تقول ان كل حاجة زي ما هي وما اتغيرتش من غير ما تقولها. رقم 7 معانا فيلم سهر الليالي، رائعة تامر حبيب وهاني خليفة. وفي نهاية الفيلم على أنغام أغنية فيروز سهر الليالي، اللي هقولك ليه الفيلم اتسمى على اسمها، بنشوف الأبطال في فرح صاحبهم شريف منير وعمالين يرقصوا مع بعض، بنلاقي ان كل حاجة زي ما هي، سامي العدل لسه في حياة شريف منير وعلا غانم، فتحي عبد الوهاب بيعاكس بنت جنب مراته، في حاجة بمنتهى الذكاء من المؤلف والمخرج، يقولك ان هو لسه خاين وبيخاين وهيخون مراته ولسه المشكلة موجودة وقايمة. جيهان فاضل لابسة العقد اللي اداهولها الولد اللي خانت جوزها معاه. حنان ترك بتحاول تبين قد ايه هي مبسوطة مع جوزها اللي هو احمد حلمي عشان تغيظ حبيبها السابق خالد ابو النجا. كل حاجة زي ما هي، نهاية واقعية جميلة، قليل قوي لما تلاقي فيلم رومانسي نهايته واقعية. نيجي بقى لسؤال، ليه اختاروا اغنية سهر الليالي لفيروز تكون هي اسم الفيلم؟ لو لاحظت هتلاقي ان اغنية سهر الليالي اللحن بتاعها فيه كمية بهجة وطاقة ورقص وغنى وحاجة في منتهى البهجة والسعادة، لكن الكلمات لأ، لكن الكلمات نفسها حزينة. لو قريت الكلمات هتلاقيها بتتكلم عن مكان ما بقاش موجود وذكريات راحت، حاجة كده شبه البكاء على الأطلال. حتى جرب تقرا الكلام لوحده هتلاقي ان هو بيتكلم عن مكان ما بقاش موجود، اللي هي الطاحونه وجدها اللي ما بقاش موجود، اللي هو حاجه زي فكره البكاء على الاطلال عند العرب كده، بقايا المكان من الاخر يعني. والاغنيه شبه نهايه الفيلم بالظبط، هتلاقي انها تبان سعيده وكلها رقص وغنى، الا انها حزينه جدا، ان كل المشاكل فضلت موجوده وما اتحلتش. وحتى المؤلف والمخرج خلوا الاغنيه تكون هي الاغنيه المشتركه اللي ما بين الصحاب في الذكرى يعني، عشان ياكدوا المعنى. وانت نازل من البيت الصبح بدري كده وانت رايح الشغل وببص كده حواليك واسمع الحواديت، هتلاقي فيها 1000 فارس. رقم 8 معانا رائعة محمد خان، رائعة التمانينات، رائعة الشوارع المصرية، فيلم الحريف. في نهاية فيلم الحريف اللي هو زيه زي كل أفلام محمد خان، اللي انت من أول الفيلم لحد نصه وآخره ما بتبقاش عارف الفيلم هيخلص على ايه. صعب جدا تتوقع أي فيلم لمحمد خان لأن أفلامه بتتشاف ما بتتحكيش، هو وداود عبد السيد. بتكون افلام زي الحياة مش عارفين فيها ايه اللي جاي. بنشوف فارس راكب العربية بعد رحلة التغيير اللي مر بيها في منطقته، وعمال يروح يمين وشمال ومش عارف يخرج من المنطقة، كأن المنطقة ساكنة جواه ورافضة تسيبه ويسيبها. وفي نهاية عظيمة ملحمية من المخرج محمد خان بيخلي البطل يلعب مباراته الأخيرة في وسط ملحمة سينمائية في شوارع مصر في الثمانينات، وفي نهاية وكأنها بتوثق شوارع مصر في الثمانينات، نهاية انتصر فيها محمد خان للناس وكل الغلابة قصاد رزق اللي بيمثل رأسمالية التحكمية في الفيلم، وبينتصر محمد خان لكل الغلابة الشقيانين اللي بينهجوا بعرق جبينهم. وقبل ما انسى، على فكرة فيلم الحريف مش عن الكورة، هنبقى نعمل له حلقة لوحده. ادي اللي كان وادي القدر وادي المصير،
نودع الماضي وحلمه الكبير، نودع الأفراح، نودع الأشباح، راح اللي راح ما عادش فاضل كتير. رقم 9 معانا في رحلتنا فيلم عودة الابن الضال، المأساة الدرامية الموسيقية للابن الضال للتجربة الناصرية، المخرج يوسف شاهين. فيلم عودة الابن الضال عن النكسة، عن الهزيمة، عن الفرح، عن الأمل، عن الحلم، عن كل حاجة مرت بيها مصر من بعد ثورة يوليو لحد السبعينات، عننا احنا. يوسف شاهين بيحاسب نفسه وكل جيله على اللي حصل من بعد ثورة 52 لحد النهاردة اللي هو وقت الفيلم يعني. كل شخصية في الفيلم هي رمز لصراع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وإشارة ودلالة. يوسف شاهين قدم لنا حالنا في نهاية مأساوية بس آخرها أمل. علي بينفجر في الكل، ثورة، غضب، مذبحة للأسرة، وكأنها نهاية من فيلم لإخراج المخرج تارانتينو. يوسف شاهين بيقفل صفحة الماضي وحلمه الكبير اللي هو التجربة الناصرية يعني، وإن الحل إن الراية تتسلم للجيل الجديد. وفي وسط المأساة ديت بنشوف إن الجيل الجديد راكب العربية وماشي وبيودع الماضي وحلمه وكل حاجة. يوسف شاهين طربق الدنيا على الحاضر وعلى الماضي، وخلى النجاة للجيل الجديد. هما ماشيين قدام ناحية شروق يوم جديد، نبص قدامنا على شمس أحلامنا، وبعد الدم والمأساة يجي يوم الجديد وشروق الشمس. والجيل الجديد هيروح للمستقبل ومعاه درس من الماضي عشان ما يكررش أخطائه. بيخلي الجيل الجديد يهرب من كل ما هو ماضي، من كل ما هو مأساة في قرية ميت شابورة. لكن يؤسفنا أقول لك يا يوسف يا شاهين، بعد 46 سنة من الفيلم الجيل الجديد لسه عايش في ميت شابورة، ما هربش. والجيل اللي بعديه واللي بعديه كلهم لسه عايشين في ميت شابورة، وان بعد 46 سنة من الفيلم مفيش اي حاجة اتغيرت. وقبل ما نروح للفيلم رقم 10 حابب اقول حاجة. انا حاولت على قد ما اقدر في القائمة ديت اختار من كل افلام كل مخرج فيلم واحد بس. يعني كان في افلام كتير كان نفسي احطها، بس انا كنت واخد القرار دوت لكل مخرج فيلم واحد بس. وديت قائمتي الشخصية من ذوقي يعني، حاولت على قد ما اقدر اشوف نهايات اللي انا بحبها يعني من افلام انا شفتها. ومعانا الفيلم رقم 10، الفيلم اللي انت هتختاره يكون لايق على القايمة اللي انا لسه قايلها. اكتبها في الكومنت، واكتب لي عموما في الكومنت ايه قائمتك انت المفضلة لافضل نهايات في افلام المصرية، وحاول على قد ما تقدر تختار من كل مخرج فيلم واحد بس، ما تختارش فيلمين لنفس المخرج. ما تنساش اللايك والفولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك، والاشتراك هنا في القناة واللايك وتفعيل الجرس. اشوفكم في الفيديو الجاي، شكرا.